لكن أشد أنواع البلاءات عندما يسيطر الناس على عقلك، أو عندما تحمل هم الرسالة والدين، فتجد أن هذا الدين الذي وصل إليك والذي ورثته أصبح دينا تافها، كما يقول ذلك المفكر الفرنسي، ما أدري شو اسمه نسيت. بدل أن يكون الخطاب الدين مساجد والكنائس ودور العبادة يذكر فيها اسم الله، بدل أن تكون المنابر للتوجيه الصحيح، أصبحت المنابر للتفاهات. فلاحظ مثلا، أعطيك نموذجين، واحد من إخواننا السنة وواحد من إخواننا الشيعة. شيخ من إخواننا السنة يخطب فيقول: هتلر في مرة كان عايز يعبئ الشعب الألماني للحرب، فبدأ الخطبة بإيه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، وبدأ بالخطبة هتلر. ولك هتلر هتلر يعرف الإسلام، هتلر يعرف القرآن، هتلر أصلا يقيم وزن للمسلمين. قل لك استدل بانشق اقتربت الساعة. يجيك واحد من الشيعة وقال هتلر يوم حوصرت إحدى طوائف قلاعه وأرسلوا إلى هتلر في القيادة المركزية بأن الحصار قد وقع علينا فأمدنا بالمدد، قال: تأسوا بالحسين وأهل بيته وأصحابه. وفعلا ثبتت ثكلة الألمان فانتصرت باسم الحسين بن علي. شو هذا؟ مو تفاهة؟ هذا هتلر مجرم، هذا يتأسى بالحسين عليه السلام. واحد آخر يطلع يقول لك: تدري ليش سموه سان هوزن؟ مدينة أمريكية. ليش؟ في كاليفورنيا أهم مدينة اسمها سان هوزي. سان يعني القديس، مثل سان فرانسيسكو، القديس فرانسيسكو. سان هوزي، هوزي يعني شنو؟ هوزي هو حسين. حسين باللغة اللاتينية، اللاتين سين ما عندهم، زي عندهم، يعني احنا نقول إسرائيل، هم يقولوا إسرائيل. هم يقولون حسين، هم يقولون هوزي. سان يعني قديس، هوزن يعني حسين، سموها باسم الحسين. لكن ما في قديس اسمه هوزن حتى يسموها باسم الحسين. خلي الناس تضحك علينا تفاهات. وشوف التعليقات، يخلوا كلام هذا الشيخ وذاك السيد، وشوف التعليقات، وشوف الضحك، وشوف المسخرات. حولوا الإسلام إلى تفاهات، بحيث إذا خرج من أفواههم الحكمة تركها الناس والتفتوا إلى التفاهات. هذا مو مسؤولين عنه يوم القيامة؟ مو مسؤولين؟ وقاعدين نشتغل ببعضنا. وما أكثر التفاهات في هذا. هذا تشوف مثلا تفاهة أخرى، واحد قاعد على المنبر يقول لك: أنت إلك 100,000 حورية، هو اللي عم بيشجعوا على القتل والقتال، وكل حورية إلها وصفات ما بعرف قديش. كل حورية لها 70 وصيفة معها، الحورية حلالك والوصيفة حلالك. وبيقعد يتعب حاله على المنبر لحتى يعمل عملية حسابية. كان بيطلع لك حورية أنت مع وصفاتهن، فعندك واحدة زوجتك اللي في الدنيا، ثم 70 حورية معها حلالك، ثم مع كل حورية 70 وصيفة، أصبح كم عندك من امرأة؟ وقديش بدك يا مسكين؟ وبقول معترين هالرجال قديش بدهم قوة لحتى يقدروا يلحقوا على كل هذول. وبيطلع لك واحد شيعي في رواية 80,000 حورية من حوريات الجنة، من الحور العين يرقصن لك رقص. خلي رقاصات الدنيا كلهن اجمعهن من يسوى النعال وحده من هاي الراقصات بالجنة. يجي ابن نسيم، هاي الأشجار والأغصان من الجنة تتضارب، يطلع منها صوت موسيقى. قال لك أنت ما شاء الله إلك من الحور العين. هذول الحور العين يرقصن ولا كل نساء الدنيا وراقصات الدنيا، هذول رقصهم غير شكل. وأغصان الأشجار هي ألحان موسيقى. لك أنت كنت بالجنة وشفت هذا الشيء؟ أو رب العالمين أخبر في كتابه؟ ليش هذا الحكي؟ حتى
أصبح الخطاب الديني فقط خطاب جنسي. تحول الخطاب الديني إلى خطاب جنسي قائم على الإجرام. اقتل حتى تفوت للجنة، اعبد حتى تروح للحور العين. هو هذا الهدف من الخلق؟ هذا هو الهدف من الخلق؟ هاي مو تفاهات. حور العين رب العالمين وعد بها عباده المتقون الذين يمتنعون عن المعصية، لأن الله عارف خلقنا بشهوة، خصوصا الشباب الذين لا يجدون نكاحا. قال له صبرك هذا أعوذك عنه. بس مش الهدف الحور العين. حور العين نتيجة طبيعية للصابر. أما إذا تحول الدين إلى التفكير فقط في البنى التحتية وفي القضايا الجنسية، أي دين هذا؟ هذا مو تفاهات. هذا الدين الذي نريد أن ندين به الله سبحانه وتعالى. وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أحمدك وأشكرك لأنك أنت المنعم ونعمك لا تحصى. أهكذا يشكر الله؟ أهكذا يتحدث عن الله سبحانه وتعالى؟ وهذا الحسين يحتاج إلى واحد مثل هتلر حتى يرفع من مكانته. هتلر القرآن يحتاج إلى هتلر حتى يثبت صحته. هي سخافة. أثبت القرآن بقوة القرآن، بقوة القرآن العلمية والغيبية وأخباره عن الغيب. أثبت القرآن ببلاغته وفصاحته. أثبت القرآن، دافع عن القرآن بما حوى وبما جمع من أخبار الماضين والحاضر والمستقبل. أثبت القرآن بجزالته وفصاحته وحسن بيانه وابتعاده عن الركاكة وجميل التشبيه فيه. أثبت القرآن بالقرينة والمجاز والحقيقة. أثبت القرآن. تثبت القرآن بهتلر؟ هاي أي تسخيف للفكر الديني. اثبت الحسين عليه السلام بدينه، بعقله، بقوته، بصبره، بتفانيه، بوقوفه بوجه الباطل. تثبت الحسين بهتلر؟ هي مو تفاهة.